حضر اللواء أبو بكر يونس جابر صباح أمس التمرين التعبوي الذي نفذه جحفل الشهيد خميس أبو منيار القذافي بالذخيرة الحية على منطقة مختارة من الساحل الليبي، وذلك على طريق بناء الشعب المسلح ورفع كفاءة وقدرات كوادره العاملة، انطلاقا من أنه لا حياة بلا كرامة، ولا كرامة بلا حرية، ولا حرية بلا قوة، ولا قوة بلا شعب، وأن القوة في الشعب المسلح الذي لا يهزم. وقد حضر التمرين كل من الإخوة آمر كلية القيادة والأركان وركن الدفاع الجوي وركن المناوبة الشعبية المسلحة وركن الشؤون الفنية وركن البحرية ورئيس هيئة العمليات والتدريب ومعاون ركن الدفاع الجوي لشؤون الطيران ومدير إدارة المخابرة ومدير إدارة التوجيه الثوري وآمر الفوج التاسع. كما حضر التمرين نجلال أخي قائد الثورة عقيد مهندس الساعد معمر القذافي وملازم أول بحار هنيبال معمر القذافي وعدد من ضباط الشعب المسلح. وحضر التمرين أيضا منسق القيادات الشعبية الاجتماعية بشعبية سرت وعدد من أعضاء القيادات الشعبية الاجتماعية بشعبيتي سرت ومصراتة وأمين اللجنة الشعبية لشعبية مصراتة وأمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية في الشعبيتين وعدد من الملحقين العسكريين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة العاملين بالجماهيرية العظمى. تكفل العدو خسائر نتيجة للمقاومة العنيفة للمنطقة الدفاعية الشرقية من 11 و10 ل 11 و5. هذا بشكل عام على نقطتين هامتين في التسويات المعالجة. وفي بداية التمرين رحب مدير إدارة التوجيه الثوري بالحضور موضحا أن هذا التمرين التعبوي الذي ينفذه جحفل الشهيد خميس أبو منيار القذافي يقوم على فرضية أن العدو قام بإنزال معاد على منطقة مختارة من الساحل الليبي، وتصدت له جماهير المؤتمر الشعبي الأساسي المسلح من منتسبي المناوبة الشعبية بالمنطقة. ولفارق العدة والعتاد تم تكليف إحدى وحدات الشعب المسلح بالتدخل ومهاجمة العدو وتشتيت قواته والقضاء عليه.